عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ امبارح كنت عامله فيديو بتكلم فيه عن واحده اسمها اميره الذهب. اميره الذهب دي واحده بتعرض منتجات ذهب وكده. منتجات غريبه جدا، معرفش بتعرضها لمين. هي بتعرض منتجات زي مثلا حاجات ذهب يعني. انا اشوف زمان الناس كانت بتعرض خاتم ذهب، دبله ذهب، غويشه، سلسله. لكن دي بتعرض جزمه ذهب، فستان ذهب، طرحه ذهب. حاجات غريبه جدا، مش عارفه ازاي. انا بس بقى يعني ربنا يا رب يهني اللي هيشتريه، اذا كان في ناس معاها فلوس تشتري الحاجات دي. بس ما اعتقدش يعني في مصر الناس بتشتري الحاجات دي. يعني هي بتعرض الحاجات دي لمين؟ يعني بتعرضي الحاجات دي لمين؟ يعني هي بتقولي الجزمه الذهب مثلا، بتقول لك دهب عيار 24 وبتاع، والجزمه حوالي مش عارفه فيها كام كيلو ذهب وكلام زي كده، والفستان كله ذهب وطرحه ذهب، ومش ناقص غير طريقه حاجه واحده بس ما تبقاش ذهب، بس عيب اقولها. هو كله دهب. مش هقولها. عيب الرقابة. المهم انا مستغربة جدا هي بتعرض الحاجات دي لمين. يعني هي بتعرض الحاجات دي في مصر؟ في حد في مصر ممكن يشتري جزمة ذهب يمشي بيها في الشارع؟ او مثلا واحدة تلبس طرحة ذهب تمشي بيها في الشارع؟ حد يجاوبني والنبي، عشان أنا مش عارفة والله. انت بتعرضي الحاجات دي في مصر ازاي يا حاجة؟ ده الشاب دلوقتي يعين امه عشان يخطب، عشان يشتري دبلة ويخطب، عايز قرض عشان يشتري دبلة. دبلة. دبلة بس كده. وبيشتريها للعروسة وهو بيجيب لنفسه دبلة فضة. حتى لا يعني الشباب حرام تلبس دبلة دهب، يعني انا بقى يعني بجد والله الشباب تعبانة جدا. الشاب بيجيب دبلة عشان يشتري دبلة، عايز معجزة دلوقتي في ظل ارتفاع الدهب اللي غالي جدا 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 يعني. فلما انت تعرضي جزمة دهب، جزمة فردتين، جزمة دهب واحدة، وطرحة دهب وفستان كله خالص من الدهب في دهب، معرفش وزنه كام كيلو دهب كله الفستان. فمش عارفة انت بتعرضي الكلام ده لمين. يعني عملت الفيديو امبارح والفيديو اتحظر ان انت بتعرضي المنتجات العجيبه بتاعتك دي، اللي هي الجزمه المرصعه بالذهب، اللي هي كلها دهب، فردتين دهب ومرصعه بالالماظ، والفستان والطرحه والحاجات الكتير قوي الغريبه اللي انت بتعرضيها دي. في بلد اهلها الطيب وشعبها الغلبان تلات ارباعه بيقضي عشانهم، وبيحمد ربنا اللي اليوم عدى على خير وخلص وقدرنا نقضيه. فمش ممكن يعني حاجات زي كده تتعرض للمصريين يعني. وبعدين مين اللي مستغني عن عمره اساسا؟ اللي هيلبس جزمه دهب في رجليه ويمشي بيها مثلا يعني، او واحده هتلبس طرحه دهب على راسها، لو حد يعني قادر يجيب الحاجات الغريبه اللي انت عرضاها يعني. ف فيعني أميرة الدهب يا حبيبتي ست جميلة جدا والله، وست محترمة. ربنا يرزقها يا رب. بس أعتقد إن يعني أكتر زباينها يعني يعتبر من الناس الخلايجة، من الناس اللي هم كده يعني. مش في مصر ما أعتقدش إن الراب بتاعتها دي يعني، ما اعرفش. وليكم التعليق، ليكم التعليق. يعني انا الفيديو اتحظر امبارح ما قدرتش انزله بالفيديوهات اللي هي بتاعتها. لو انتوا عايزين تخشوا تشوفوا فيديوهاتها شوفوا، اتفرجوا بنفسكم، فيديوهاتها موجوده في كل مكان يعني، اميره الدهب دي. بس آه خلاص كده انا خلصت كلامي. وعايزه اقول لكم آه يا ريت بس الناس تعمل اعجاب على الفيديو، لان التفاعل بيخلي القناه تستمر. لو ما فيش تفاعل على الفيديوهات القناه هتتقفل. او اشتراك في القناه، يعني يعملوا اشتراك في القناه ويعملوا تفاعل على الفيديوهات عشان القناه تستمر، لان لو ما فيش تفاعل هتتقفل بجد يعني. في حاجه عايزه اقولها بعيد عن الفيديو معلش، وبعيد عن كل الكلام اللي انا قلته كله. نصيحه لوجه الله يا جماعه، فيشه السخان اللي عنده سخان كهرباء وبيخش يستحمى، افصل فيشه السخان قبل ما تستحمى. كده كده الدش هينزل ميه سخنه عادي ماشي، وربنا يكفينا ويكفيكوا شر اي حاجه وحشه. نصيحه بس حبيت اقولها، عشان يعني بنسمع عن حوادث وحشه قوي بسبب سخان الكهرباء. انت حطيت الفيشه والسخان خلاص اتملى، شد فيشه السخان وانت بتستحمى خلاص. بس ده اللي حبيت اقوله، عشان انا بسمع حوادث وحشه جدا، وربنا يسترها علينا وعليكم وعلى كل الناس يا رب. يلا سلام عليكم.